السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعين ديال كيت سبورت، مرحبا بكم معنا، وبالصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذا البودكاست. أولا، الله يرحم شهداء كاملين ديال الزلزال، والناس اللي مكلومة، والناس اللي فقدات ذويها، الله يصبرهم يا رب بإذن الله تعالى. احنا بالحكم ديال أننا ناس ديال مدينة مراكش، فبزاف ديال الناس اللي دايرين بينا، والناس اللي تنعرفو، والناس اللي حبابنا وقاربنا، والناس اللي قريب لينا في الحواز وداكشي، يعني فقدوا ذويهم، فقدوا ديورهم، تأثروا. نحنا كذلك، يعني المنزل ديالنا الكبير حتى هو تأثر بشكل كبير. الحمد لله على كل حال. يعني نحاول ما أمكن أننا نديرو فيديوهات، نديرو دي بودكاست باش هاد القناة الناشئة تزيد شوية لقدام، ولكن صراحة الله ما كانش النفسية باش نديرو أي حاجة. ولكن هذه سنة الحياة، تنتمناو الأمور ترجع للنصاب ديالها، ترجع الأمور كما هي، وتوقفوا هاد الارتدادات. هذا ما كان. أولا، هاد البودكاست هذا جينا باش نتكلم على بعض المسائل صراحة الله اللي تطرش حاليا. أولا، كاين واحد السيد اللي هو المدير التنفيذي ديال الفندق ديال سي كريستيانو رونالدو. هاد السيد هذا اشنو قال؟ على حسب ما قرينا في الصحف انه قال بان الفندق ديالو لا يستقبل اللاجئين. هادشي اللي سمعنا في الصحف. المهم حنا تنديرو رد الفعل على ما سمعنا. الا كان ما قالش هاد الهضره هادي خرج في الندى، ولكن مادام ان هاد الهضره هادي كاينه وتقالت، فنحن غادي عندنا الحق ديال الرد. اول حاجه يا اخي الكريم هي انه الحمد لله المراكشيون لا يعتبرون لاجئين، والمغاربه اللي كاينين في مدينه مراكش اللي غادي يجيو عندك لا يعتبرون لاجئين. الحمد لله كل مغربي الحمد لله قادر بانه يوي ويعطي من دمه، راه شفنا هادشي هذا، ومن ماله ومن كل شيء باش ينقذ خوه. يعني ما محتاجينش اجانب يديروا معنا الخير. احنا اشنو قلنا؟ احنا منين سمعنا الخبر الاولاني قلنا تنشكروا رونالدو على هذه البادره الطيبه اللي ما داروهاش الناس ديال البلاد، ما تفكروش فيها. الناس مالين لوطيلات والناس مالين الفلوس. قلنا هذا جانب طيب، لانه كان دار بحال هذه المسائل هذه فيما تذكرونها مشكورا، وهو هذا الشيء هذا ماشي ضروري عليه، ماشي واجب عليه انه يحل الفندق ديالو شي حاجه. يعني هادشي فهمناه. حنا الحاجه اللي ما عجبتناش هو انت السي المدير التنفيذي فاش خرجتي تتهضر، هضر بواحد الاسلوب الذي لا يمس الشعور ديال المغاربه. بغيتي تقول راه كان واحد الاشاعه، ولا راه كان واحد الخبر غير صحيح، وحنا راه تنضامنوا مع الضحايا ديال الزلزال وداك الشيء، ولكن راه مازال ما عندناش زعما حتى شي خبر باش نقدر نقويو شي حد بحال هكا حاليا. صافي، خرج من باب واسع. اشنا هي اللاجئين؟ شنو هي اللاجئين؟ ما فهمتش. جا عندك شي حد انت، جا عندك شي لاجئ من شي دوله اخرى؟ المغاربه في ارضهم، راه انت الحمد لله اللي مفتوح لك باب الاستثمار، وتبارك الله تدخل الزبابل ديال الفلوس. ما تقولش لينا لاجئين اخ العرب ولا اخ الغجر. الانسان خصو يكون بعقلو شويه، ويعرف بان هاد الارض هادي راه ارض الشرفاء، وهاد الارض هادي راه الحمد لله الا تنتجاوزوا على هادشي ديالكم ما تزيدوش. راه الناس راه طفح الكيل. ضرب ادب، لا انت ولا غيرك. هذه مساله الاولى. مساله الاخرى مساله ماكرون اللي جيتي يهضر معنا حنايا، جاي واقف وتيهضر معنا وخاطب المغاربه. خويا راه المغرب راه ما بقاتش محميه ديال فرنسا، راه خصك تفهمها. كانوا وقعوا اغلاط في 1912 ودخلتوا بسبب اغلاط ديالتنا حنا، ودخلتوا. راه المغاربه ما عمرهم اعتبروكم انكم نتوما زعما فوق منهم ولا شي حاجه. الحمد لله والشكر لله. كانت فترات ديال الضعف، جيتوا استغلتوا الفرصه، نهبطوا الثروات، باقي دابا خليتوا وليداتكم هنايا وداكشي. ولكن المغرب لا يقبل ذلك، وليداتو اللي جايين لا يقبلوا ذلك، وحنا ولا ولادنا وداكشي تنكبروا فيهم الحمد لله انه لا يقبلوا ذلك. يعني يكون مستريح، ولا عمك تخاطب المغاربه بحال هكا. كل بغيتي تخاطب المغرب راه كاينين المسالك الدبلوماسيه الواضحه. غادي تخاطب
الجوال الملكي، ولا غادي تخاطب رئيس الحكومة، ولا غادي تخاطب شي حد اللي معاك. اما باش تجي وتعطي لراسك الفرصة انك تهضر وتخاطب المغرب، تخاطب المغاربة، هذا لا يجوز. باش تقدم مساعدة تهضر مع الناس اللي في بلاصتها وقول لهم بغيت نقدم. ما جاوبوكش راه ما جاوبوكش، تا نهار يجاوبوك. هذا تجاوز خطير والمغاربة رافضين. المسألة الأخرى هي مسألة اليوتيوبرز أو بعض اليوتيوبرز من دول مختلفة وحتى من المغرب. إلا كنتو ما تتعرفوش تفرزوا المغاربة، ما تتعرفوش بأنه المغاربة راه الحمد لله عطاهم مولانا واحد الذكاء اللي تيميزوا به الناس اللي متعاطفة معاهم بصح، والناس اللي إذا تخربق وهي بغات المشاهدات راه انتم مكلخين بهاد العبارة هادي. باش تجي تباكى قدام التلفازة وتتشوف هكا وتتجر هكا وسميتو هذا وراه زعما راه تنعرفو كل واحد. حنا ما تنطلعوش على النيات، ولكن راه معروف من العناوين، من الصيغه ديال كتابه العناوين، من الصوره المصغره اش مكتوب فيها، راه معروف. فاش تجي للصوره المصغره وتجي ليا فضيحه كذا وكذا وما عرفتش داك الشيء وهذا، راه معروف اش باقي كاع بغيتي تقول انت من بعد. معروف انك بغيتي تجذب هذاك المشاهد باش يجي لعندك انت لتما وتبقى تدير ليه في المغالطات وتقول ليه في الامور. الشي راه حشومه، ناس تتموت، ناس مسكينه راه كاينه في الجبل اللي دواور كامله مشات، ما بقاتش عن بكره ابي مشاو، ما كاينش الناس اللي غادي يجي من وراهم ساكن. فهموا شويه، ما تلعبوش بالمشاعر ديال المغاربه، ما تلعبوش. وهادو ديالنا الله يهديكم نتوما اللي تجير هكا قدام الكاميرا تجيرها وزعما راه مكلوم وهذا، وداكشي واضح انه واضح التمثيل واضح وتتجر انت عناوين ديال هذا وهذا وبغيتي تخلق الفتنه في وسط هاد الوقيته وما عرفتش باش تجيب مشاهدات. هادشي واش كل دروكا بالو بشي دوله اخرى ولا واش واقع في شي قنت اخر ولا احترموا المغاربه الله يجازيكم بخير، واحترموا الناس المكلومه، واحترموا الناس اللي واقع اليوم هاد الشيء هذا، والناس اللي مساكن مرفوعين. الله يجيكم علينا، الله يجيكم علينا. كنتمنى ان شاء الله بانه هذا البودكاست واخا القناه عندنا الله بدات، نتمنى انهم يوصلوا هذا الميساج لهاد الناس هادو. ولا اله الا الله. كنشكروا الناس كاع الصادقه في الدعوات ديالها في المواساة ديالها للمغاربه كاملين. تنشكروا بعض الدول اللي دارت الحداد بحال مصر، وتنشكروا الدول اللي بحال مثلا موريتانيا اللي ما بقاتش لغات الاحتفالات، واللي حتى واخا دازوا الكاس افريقيا قالوا بانهم هما ما غاديش يحتفلوا بالتاهل ديالهم. يعني صراحه الله شكرا بزاف. تشكروا الناس اللي تتواسينا، الشعوب اللي تتواسينا، حتى لقينا بزاف ديال المواساة من الشعب الجزائري الله يجازيهم بخير، والناس اللي تستهزأ والناس اللي هذاك الشيء تنقول لهم حاجه واحده: حسبنا الله ونعم الوكيل. والى هنا انتهى البودكاست ديالنا، والى الملتقى.